بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم ارزقنا رضا النفس وزكاة الروح وزينة العقل وطهارة القلب، واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى وتزينوا بالدعوة ونالوا رضاك والجنة. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن خلت أنفسنا طريقها فردها إليك ردا جميلا. ما أجمل المساء حين تهدي دعاء جميلا لأطيب الأحبة. اللهم وفقهم واحفظهم في حياتهم، وبارك لهم في رزقهم ونورهم بالإيمان وطاعة الرحمن وتلاوة القرآن والأمن والأمان. سلام، بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صباح الخير ولا مساء الخير على حساب الوقت اللي رايحين تشوفوا فيه هذا الفيديو. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بألف خير طبوزاتي. ان شاء الله كل يوم يعقب عليكم في حياتكم بالفرح والأمل والسرور والرضا، اي حاجه مليحه في هذا الدنيا يا رب العالمين. شوفوا اليوم جبت لكم اروع قريوش ممكن تجربوه، يعني وصفه تحفه بدون مبالغه. قادرين تكونوا جربتوا يعني بزاف وصفات من القريوش، هذه اروع وصفه قريوش عباد الشمس. واش نبداو نديروا؟ اول حاجه نديروا ملعقه تاع خميره، نخلطوها مع شويه ماء ونخليوها تتفاعل، ومن بعد نجيو للوصفه. شوفوا الوصفه راهي بزاف مخلطه، تلمو كنا في اليامات الاخرى تاع رمضان حوايج نسيناهم، حوايج درناهم روطار. راح تتبعوني واش راح نهضر انايا، وراح نزيد نخلي لكم لا غوسيت بلي ديتاي في الديسكريبشن بوكس. شوفوا عندنا 3 كيلات تاع فرينه، يعني اي كيله تحبوا ديروها. انا حبيت ندير بالكاس هذا باش يطيح لي كونتيتي ماشي بزاف، لاني ما كنتش مديره بزاف، يعني عندي شغل كنت مديره الله يبارك بزاف كاطو، قلت لي قريوش ندير حاجه خفيفه برك. شوفوا عندي 3 كيلات تاع فرينه، وعندي كيله تاع سمن ذائب وبارد، وعندي بيضه كامله. دوك تشوفوني رايحه شغل حطينا الصفار، ومن بعد دابا ولينا ضفنا البياض شغل. انا عندي غسات اخرى من قبل فيها الصفار برك، شغل تخلطت لي، حكمت فصلت الصفار على البياض، ومن بعد وليت تفكرت باللي هاد لاغوسيت لازم يكون فيها البياض. المهم قلت لكم تبعوني واش رايحه نهدر، وزيدوا كي تبغاو ديروا روحوا هزوا لاغوسيت من صندوق الوصف او ديسكريبشن بوكس. شوفوا عندي 3 كيلات تاع فرينه، وعندي كيله تاع نشا. هنا الكيله تاع نشا دوك تزيدها مع الاخر، يا نورمالمون تحطوا 3 كيلات تاع فرينه وكيله تاع نشا يوليو 4 كيلات، يعني بالفرينه بنشا حين يوليو 4 كيلات. والكيله الخامسه هي الكيله تاع السمن الذايب والبارد. نخلطوهم مع بعضهم هكذاك شغل نبسوهم مع بعضهم مليح مليح، ومن بعد نضيفوا بيضه كامله. انا قلت لكم لهنا هاي الغلطه اللي صرات شغل فصلت الصفار على البياض، هي نورمالمون البيضه كامله. ومن بعد نضيفوا ملعقه تاع خل، بعد ما نكونوا بسسناهم نضيفوا هذيك البيضه، ونضيفوا الملعقه تاع الخل، ونضيفوا رشه الملح، ونضيفوا من بعدك ساعتك نلموا المره الاولى قبل ما نبداو نضيفوه في الماء. نبداو نلموا بهذيك الخميره والمزهر اللي در ما عادي ماشي مزهر. ملعقه تاع خميره ديروها في شويه تاع ماء وخليوها تتفاعل بيان. ملعقه تاع خميره تاع الخبزه ماشي تاع الحلويات، تاع الخبز، خليوها تتفاعل شويه، ومن بعد وليو ضيفوها لهنا مع جميع المكونات. هذا وش فيها هذا القريوش ولا المقرقشات، كل واحد وش يقول لها. نبداو كيما نقولوا قلت لكم نبسوها المره الاولى، ومن بعد نخلطوا هكذا، ومن بعد نبداو نضيفوا في الماء ونعجنوا عجين خفافي برك، ماشي كي نقول لكم نعجنوا يعني نعجنوا ونقطعوا ولا دلك بصح. واش ندلك مليح، ندلكو بالبيان فوالا، حتى المره الاولى تكون هذيك العجينه تكون بزاف مبسه، ومن بعد تولي تشبه القوام البقلاوه، بصح تكون طريه بزاف على البقلاوه، يعني كي تمسوها شغل طريه بزاف ماشي كيما البقلاوه حاكمه روحها. فوالا نبداو نضيفوا بالماء بشويه برك. شوفوا ما حبيتش نعطيكم يعني كيله قد باسكو كي ديما نقول لكم كاين فرينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. نتوما ديروا كيله
تاع ماء قدامكم وضيفوا بشويه. اذا كيما نقولوا الكيله هذيك كفاتكم اللهم بارك، اذا ما كفاتكمش تقدروا تضيفوا شويه. فوالا لهنا انا حتى من بعد قلت لكم باه وليت فقت مع روحي وضفت هذاك البلونديف. نتوما ديروا كلش مع بعضها، يعني كي تعودوا تخلطوا ديروا كلش مع بعضها، ما ديروش كيما درت انايا. قلت لكم اليامات الاخرى تاع رمضان شغل شتو لكم برومو هذاك تاع يعود كلش تحبي تخلصي كلش ومازالت 100 خدمه تستنى فيك، والتعب والصيام الفطور يتخلط عليك كلش، تولي ساعات تولي تخلطي برك. فوالا شوفوا قلت لكم تضيفوا الماء بشويه ومن بعد تعجنوها كيما راني ندير هكذا. فوالا عجنوها بشويه، دخلوا هذاك الماء كي تشوفوها كيما نقولوا مازالت محتاجه زيدوا ديروا لها ضيفوا لها الماء غير بشويه، اسما ما تكبوش كميه كبيره وتجريوها من بعد تحصلوا يا خي، كبوا غير بشويه هكذا برك حتى تتلم معاكم، يعني حتتلم معاكم ثم قيس ما شغل تتنحى لها هذيك كيما نقولوا تكون مزبده مدسمه، ومن بعد كي يعود يدخل يبدا الماء تولي عادي، تولي عجينه مليحه تهبل. حتى شوفوا اللون تاعها كي عاد فيها نشا، شوفوا اللون تاعها كيفاه جاي. فوالا لهنا بعد ما تلمت لنا نبداو ندلكو فيها هكذا دلكه خفيفي. فوالا شوفوا كيف راهي امي كل دقيقه اي تزيد في الماء غير بشويه برك باه ما تجريهاش، بشويه برك باه ما تغلبكمش، يعني هذا ما كان. فوالا شوفوا اعجنوها هكذا ومن بعد نخليوها ترتاح ونخليوها يعني مدة واحد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة ترتاح وتتخمر، ومن بعدك ساعتك نجيو نخدمو. شوفوا ما حبيتش كيما نقولوا نزرب لكم في الفيديو لانه واش راح نقول لكم شغل حبيتكم تشوفوها بتفاصيلها. لهنا انا يعني هنا درت مزهر ما درتش ما، يعني المزهر حيكون شغل الريحه تاعو يعني خير من الماء، خير من تلموها بالماء العادي، لموها بالمزهر من الاحسن. انا اخي ديما نقول لكم عندي هذاك المزهر اللي شغل نشري اكستري ومن بعد نخلطه في اطار تاع ماء. نتوما اذا عندكم المزهر العادي نورمال ديروه في هذاك وخلاص. شوفوا فوالا هاي عجنتها، شوفوا كيفاه تلمت ورطابت العجينه، عادت العجينه تهبل. هنا نجيبوا بابي فيلم نغطيوها، لازم هذا الخطوه يعني لازم تغطيوها ولازم تخليوها ترتاح، يعني كي ترتاح رايحه تخمر، راح تخمر على خطرتين، شغل الخطره الاولى هذه اللي نخليوها فيها، والخطره الثانيه كي نبداو نخدموا ونشكلوا هذوك الوردات تاعنا تاع عباد الشمس ومن بعد باه نقليوهم. يعني هذه الخطوتين هذو هما اللي راح يساعدوكم على نجاح الوصفه تاعكم. فوالا بعد ما خليتها شوفوا كيفاه تبان لكم باللي راهي خمرت. نديروا بشويه يعني ما تخدموش بالعجينه كامله، اخدموا غير بشويه، كل ما تخلصوا العجينه اللي كيما نقولوا نصف الكميه واللي يزيدوا النصف الاخر. شوفوا تجيبوا نصف الكميه تاع العجينه وطرحوها كيما راكم تشوفوا هكذا، حلوها رقيقه لانه رايحه تخمر، يعني كون ديروها خشينه راح تجيكم ملبزه وما يجيكمش الشكل متحوف كيما شفتوه في لي فوتو مع الاول. بون بالنسبه لليمول شوفوا ليمول يعني تروحوا لهاني درتهم لكم، تحبوا تحكموا دي كابتور تروحوا لاي واحد يعني يبيع هذو الحوايج تاع لي زافير هذو تاع الكاطو، تقولوا له اعطينا تاع المول تاع عباد الشمس يعطيه لكم. شوفوا كيف نحيهم، شوفوا المره الاولى راحت كيما نقولوا قبل ما يخدم المول، يعني انا عندي بزاف ما درتهاش قبل ما يخدم المول راح تشيطكم شويه يعني تنحيوها بالموس، بصح من بعد كي يخدم فاتو ما يخدم المول تولي تتنحى عادي، كل ما تشغل منين تضغطوا الضغطه الاولى تطيح. الحاجه اللي ناكد عليها انه بين كل ورده وورده لازم تديروا بياض البيض باه هذاك الورد يحكم في بعضه، وكي تعودوا تقليو يعني مش كل فلقه راح تطير لكم وحدها. شوفوا لهنا اني حطيت بالذمه ومن بعد عاودت نحيتها وعاود درت بياض البيض. يجيو زوج وردات كبار، زوج وردات تاع عباد الشمس كبار، ومن بعد تجي وحده متوسطه ومن بعد تجي وحده صغيره،
كل بين فلقة وفلقة، يعني بين وردة ووردة راح نديروا بياض البيض. ومن بعد اخر خطوة اللي هي اللوزة من الاحسن انكم تديروها هكذا بالكشور، ما تديروهاش بيضة باه تجي باهية. تغطسوها في بياض البيض ومن بعد تحطوها. لهنا حطيت لكم زوج انواع، الله غالب زربني الفيديو. شوفوا بين النوع الاول والنوع الثاني، شوفوا كي تحطوها اكوتي تجيكم شباهيه. يعني لازم شغل الورده الاولى شوفوا كيف تفلقوا بين الاولى والثانيه، يعني يكونوا متشابكين، ما يكونوش فوق بعضهم قد. نورمالمون راكم فهمتوني، فهمتوا سماك شغل ما تكونش الاوراق هذوك تاع الورده يكونوا فوق بعضهم قد، لازم يكونوا مفلقين. فهمتوا سما وين كاين وحده ما نديرش الاخرى. فوالا هاني عاودتها لكم للمره الثانيه. ناكد على بياض البيض بين كل ورده لازم ديرون. بعد اخر خطوه تغطسوا حبه اللوز في بياض البيض وتحطوها باه ما تطيرش اللوزه وتحكم لكم هذوك الوردات كامل. فوالا شوفوا تخليوهم هكذا حتى يخمروا، حتى تخلصوا الكميه كامل، خاصه اذا درتوا كميه صغيره يعني راحين يخمروا سوا. نبداو بالحبات اللي خمروا ومن بعد شوفوا لهنا عاودت لكم لهنا اخر مره باه تشوفوا كي يبدا يخدم المول تعود تطير معكم فاسيلمون. شوفوا هاني وليت درت لكم لا فوتو تاعك شغل كي تجي محطوطه مليح وكي تجي محطوطه ريبه. شوفوا الفرق بين الصوره الاولى الورده الاولى والورده الثانيه. نورمالمون راكم فهمتوني، يعني كي تعودوا عندكم دقه الملاحظه وتركزوا معايا بيان واش راني نهضر راحين تفهموني. فوالا نخليهم هكذا. ديروا ساشي ولا نيلو هذاك تاع السنيه هذاك حطوه في البلاطو باه يسهل عليكم الهزان تاع الورده تاعكم، يعني باه ما تتعبوش وما تتعطلوش بزاف في الخدمه تاعكم. تحطوهم هكذا تفتفوهم كامل. كيما انا هنا طيحت لي واحد 30 حبه هكذاك، ولا يعني كميه صغيره تخلصيها في وقت قياسي، يعني مش حتدي لك وقت ولا حتدي لك جهد. كي تخلصوهم كومبلي تروحوا تحميو الزيت تاعكم مليح. اذا ما حميتوهش مليح راح نحكي لكم واش يصرى لكم، واش يصرى لهذا القريوش تاعكم. اصبروا ما نسبقوش الاحداث حتى نلحقوا للطاوه تاع الزيت. فوالا شوفوا الحبات كيف جاو، والله يبارك جاو متحوفين ما شاء الله. وزيد تجي بزاف خفيفه، يعني فوق ما تتصوروا. راح نعطيكم قلت لكم كامل لي زاستيس اللي حتخلي لكم القريوش هذه اي واحد يذوقها راح يعطيكم حيقول لكم اعطيوني لا غوسيت. شوفوا ومن بعد قلت لكم بعد ما نحميو نحطوا الزيت تاعنا يحمى كيما تحميوهش مليح. دوك تشوفوا واش يصرى. عندكم زوج خطوات كيما تحميوهش مليح وكي تحطوا الورده هكذا وتبداو عقابها هكذا كيما راني ندير انا. دول الخطوات الكل راني ندير فيهم بالذمه باه نتوما ما تطيحوش في الخطا، يعني اني درتهم بالذمه، يعني فزت زوج حبات ولا ثلاثه باه نتوما تشوفوا هذا الاخطاء كامل. شوفوا المره الاولى كيعود الزيت ماهوش حامي بزاف، هذه الحاجه الاولى. وكي تعودوا كي تحطوا الحبه هكذا وتبداو عقابها حرك 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 حرك، دوك تشوفوا معايا كيفاه يبداو يطيروا الاطراف تاعها، يعني يفزد شكل الورده تماما. راح يفزد وقبل ما تقلبوها بتحمروها من فوق راح يفزد، يعني حتى ما توليش ورده، حتوليك شغل ورده مقطوفه. شغل هذوك الوردات تاعها كل يطيروا. تبعوا معايا دوك تشوفوا كيفاه يبداو يبانوا لكم في الزيت. راني معاكم قلت لكم غير بشويه، ما حبيتش نزرب الفيديو غير على جال هذه النصائح. نشوفوا يعني هي مليحه الخطوه هذه ديروها من الفوق هكذا بصح وشني حتى تحكم الحبه روحها، يعني حتى تحسوها تشوفوها بعينيكم، ماشي تحسوها تشوفوها بعينيكم اللي بدات تتحمر من تحت باه تبداو ديروا الخطوه هذه، يعني تلوحوا عليها الزيت من الفوق باه تتنفخ لكم مليح من الفوق. اذا ما حمرت لكمش من تحت غير ما كان ليه تتلاحوا لها. واكيد لازم يكون الزيت حامي بيان، يعني لازم تيستيو بزغبه هكذا، تخليو زغبه تيستيو بها. اذا زربت طلعت لكم حتى للفوق معناها الزيت راهو سخون. شوفوا ديجا راهو بدا يطيروا معنا دقوق، اذا قعدتوا تشوفوا مليح راهو بداو يطيروا معنا هذوك الطراف تاعها هذوك. مره دوك نهز الحبه دوك تشوفوها باللي فزدت لي كاريمون. هذا شغل هنا في الزيت وفزدت لي من بعد كي نعسلها كيف راح يصرى لها. شوفوا فوالا شوفوا كيف فزدت، شفتوا. دوك نعد لكم للمره الثانيه
شغل كي نحطها وما نتلحش ليها بزاف، فوالا خليها حتى تبدا دير هذيك الطبقه الصفراء هذيك، يعني حتى تصفار من تحت حتروح الحموره باه نقلبها. ومن بعد كي نقلبها وتحمر مليح يعني تحمر من فوق ومن تحت، نجي نهزها هكذا كيما راكم تشوفوا، نقطرها مليح من هذاك الزيت ومن بعد نحطها. من الاحسن انكم تخليوها يعني متعسلوهاش طول هكذا، غير اذا عدتوا مزروبين. اذا عدتوا ماكمش مزروبين خليوها حتى تبرد، ومن بعد حميو العسل تاعكم بالبيان يعني حتى يعود يلحق لدرجه الغليان. زيدوا فيه قطره تاع مزهر وعسلوها هكذا كيما راكم تشوفوا. شوفوا لهنا مش راح يصرى لها والو، شوفوا كيف خرجنا الحبه قعدت كيما هي، كيما كانت عجين كيما طابت. شوفوا كيف قعدت متحوفه باهيه تهبل. فوالا شوفوا هاد لاغوسيت تحبوا ديروها في الأعياد، في المناسبات، إذا جايكم ضياف على غفلة، تحبوا هكذا لقهوتكم تاع العشوة، وقت ما حبيتوا ديروها بزاف كيما نقولوا بزاف بنينة وجاي هكذا تشبح هكذا المائدة تاعكم. أنصحكم بالتجربة لأنها صح تستحق التجربة. يعني لاغوسات تاعها أصلا مبدلة بزاف على لاغوسات تاع القريوش اللي نعرفوهم كامل، وخفيفة وسهلة وما تديش وقت بزاف وبزاف بنينة إن شاء الله.